قال له هو انا عشان مستوريه مش هعرف اجيب لكم اسرار سلطه الحمص او المسبحه الاصليه والمكون السحري اللي بيخليها بيضه وقشطه كده. لا ده انا جبت لكم سرها وسر شاورما لحمه تعملوها جنبها عطاسه وفي ثواني وبتطلع بنفس طعم شاورما السيخ بالظبط وتحدي. فيلا بينا. بعد ما بتنقعي نص كيلو حمص وتغيري ميته كذا مره عشان نتخلص من الفايتيك اسيد، بنسلقه مع معلقه صغيره من البيكنج باودر او البيكربوناتو عشان نسرع من عمليه نضجه ونخلي القشره بتاعته دايبه. وبعد ما يدوب ويبقى كريمي منك كده تبتدي تدخلي على السر التاني، وهو انك تحطي الحمص في الفريزر ساعتين على الاقل قبل ما تضربيه في الكبه، لان ده بيساعد في انه يطلع لونه ابيض جدا. وعلى نص كيلو الحمص بتضيفي قيمة كوباية من التلج المجروش أو ما يعادل 300 جرام كده يعني، وده مكون سري هيبيض لك الحمص ويخليه كريمة وقشطة بعد الضرب المتواصل لمدة ما تقلش عن 5 دقايق. بعد كده المفروض نضيف 450 جرام طحينة، بس أنا ما بحبهاش زايدة قوي، ضفت يا دوب كوباية واحدة بس صغيرة، ونضرب تاني. وبعدين نضيف قيمة 3 معالق من أي زيت نباتي، يا حبذا لو كان زيت زيتون. بملح بما يعادل معلقة كبيرة ملح، وفي الآخر خالص بجيب ربع كوباية مية متلجة مدوبة فيها معلقة صغيرة من ملح الليمون وبنزل بيها على المكونات بتاعتي. ويمكن استبدال ملح الليمون بعصير ليمون بارد للناس اللي ما بتفضلش ملح الليمون، بس ملح الليمون يا جماعة مضة حفظ حلوة جدا للسلطة دي، خاصة لأن الحمص ملوش روح وبيبوظ بسرعة. عشان كده لو حصل واستخدمتوا عصير ليمون فريش يبقى تعبوا السلطة بتاعتكم في أكياس وتحفظوها على قد الاستخدام في الفريزر وتطلعوها تفك قبل الاستخدام بحاجة بسيطة خالص. قدمي السلطة بتاعتك في الأطباق بالشكل اللي تحبيه، وضيفي شوية زيت زيتون كده على الوش فوق السلطة وقدموه جنب الأكل كتجديد عن سلطة الطحينة اللي متعودين عليها، أو ضيفوه للفول أو حتى غمسوها كده كتغيير وبديل صحي مشبع للفول، بالذات للناس اللي قشر الفول بيعمل لها مشاكل في الهضم والقولون. وتعالوا بقى اوريكم حته طريقه وتكنيك لشاورما لحمه او فراخ تجنن ما غيرتوش من 20 سنه. كيلو لحمه او فراخ متقطعه شرايح، بضيف لها كوبايه صغيره خل وكوبايه صغيره زيت وتوم مفروم، كل ده على البارد كده. بعدين بضيف معلقه كبيره من الكزبره الناشفه وزيها سماق، وعلى طرف المعلقه يدوب حبهان او هيل مطحون، ودي توليفه التوابل اللي هتاخدي بيها طعم شاورما السيخ بالظبط. قلبي المكونات وسيبيها تتبل أقل ساعتين. شغلي النار بقى وسيبي اللحمة تطلع ميتها وتستوي في الخل لحد ما المية والخل يتبخروا ويتبقى الزيت اللي اللحمة هتتحمر فيه. وكخطوة اختيارية ممكن نعمل حركة التدخين، وممكن كمان تضيفي بقى طماطم وفلفل وبقدونس وأي مكونات تحبيها على اللحمة. بعد كده حطي الشاورما فوق طبقة الحمص وغمسوه بالعيش، أو طعمي السندوتشات الشاورما بتاعتك بسلطة الحمص دي، وكلي بقى أحلى شاورما ممكن تاكليها في حياتك. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك قريت مقولة كده وعجبتني قوي. المقولة دي بتقول: تعلمي كيف تهدين الحب لمن حولك وإن كانت خفاياك متعبة، فلذة العطاء تخبئ لك سعادة لا تنتهي. واتمنى لو الاسرار والافكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمه لطيفه زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. انا شيماء البهي.